هذا الماء اللي قدامك العالم متعارك عليه قبل 2000 سنة ولحد يومنا هذا. هل هو خليج فارسي؟ لو خليج عربي؟ لو خليج البصرة؟ أقدم اسم موثق هو الخليج الفارسي. الجغرافيين اليونانيين مثل سترابو وبالطيموس سموه ساينس بيرسيكاس. حتى الجغرافيين المسلمين الأوائل كانوا يسمونه بحر فارس، وبالنصوص الأكادية كان اسمه البحر الأسفل. أما اسم الخليج العربي كتسمية سياسية انشهر وراء 1955 من كتاب اسمه The Golden Bubble، وانتشر بقوة ويتمد العرب القومي بزمن عبد الناصر بالستينات. قبلها حتى الدول العربية كانت تسميه خليج فارس بالعربي. الاسم الثالث هو خليج البصرة. العثمانيين من سيطروا على بغداد عام 1534 صار عندهم منفذ على البحر من البصرة، فميركاتور برسمه سنة 1541 كتب ماريد الباسرة، يعني بحر البصرة. وتركيا لحد الآن تسميه رسميا بصرة كورفيزي، يعني خليج البصرة. الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وأغلب الخرائط قبل 1960 كانوا يسمونه بيرجن جولف، يعني الخليج الفارسي. بالصحافة الأمريكية الاسم تكرر أكثر من 5000 مرة على أنه الخليج الفارسي، بالمقابل 100 مرة لكل تسمية الخليج العربي. العلماء حتى يتجنبوا المشكلة قاموا يسمونه إيرابيان بيرجن جولف، يعني يدمجونه الخليج العربي الفارسي على مود لاص المشكلة. الحقيقة الاسم مو بس جغرافيا، هو هوية وسياسة، وكل طرف يشوف التنازل عبارة عن خسارة. بس انت شنو تسميه؟ شاركنا بالتعليقات.